المرأة اليمنية خط أحمر، وأنتم فقد تخطيتم للأعراف والأسلاف والعادات والتقاليد. السلام عليكم، حياكم الله. خرج أحد الأشخاص السعوديين ويتحدث عن اعتقال المعتمرة اليمنية مروى الصبري، ويدين ويستنكر هذا العمل الغادر والجبان من قبل رجال الأمن. كما أيضا قال: أين الأمن والأمان يا ابن سعود؟ فشاهدوا إلى موقف هذا الرجل السعودي الشامخ والشجاع. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. صدق الله العظيم. وين الأمن يا ابن سعود؟ وين الأمن يا ابن الحرام؟ البارح نسمع عن أختنا من اليمن مروى الصبري عشان كلام جانبي. شاهدتم ماذا قال؟ فنقدم الشكر لهذا المواطن السعودي الشريف والشامخ كشموخ الجبال، والذي لم يسكت عن هذا الباطل وعن هذا الافتراء بحق المعتمرة اليمنية. ونعلم أيضا أن السعوديين بشكل عام مستائين أيضا مما حصل للمعتمرة اليمنية من قبل قوات الأمن. فأقسم بالله أنه شيء معيب، يعني لا طرحتوا قدر واحترام لحق الجوار، لا طرحتوا قدر واحترام أنها مرأة، لا طرحتوا حتى حرمة حتى لبيت الله الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. ولكن أنتم لا طرحتوا لا أمن ولا أمان ولا قدر ولا احترام حتى للمكلف. فهذه المرأة لم تذهب لكي تعمل مشاجرة مع هذه الشرطية السعودية، ولكن هذه السعودية أساسا هي من دفعت هذه المرأة اليمنية أن تتلفظ بهذه الألفاظ. فهل عمل الأمن الذي في الحرم المكي هو تفتيش الشنط والترحيب بزوار بيت الله الحرام، أم إهانة من أتوا لزيارة بيت الله الحرام؟ فهذه الشرطية هي من أساءت لهذه المواطنة اليمنية. وعندنا المثل يقول: من دق الباب حصل جواب، فهي من دقت الباب وحصلت الجواب. وأيضا قاموا بالافتراء على المواطنة مروى الصبري، أصابت زوار بيت الله الحرام بالهلع والخوف الشديد. وأيضا يقولوا أنها حوثية ذهبت إلى الحرم المكي. بسيطة جدا. ومن بدأ بهذا الشجار هي الشرطية السعودية. فنحن نقول للسلطات السعودية: أعراض اليمن خط أحمر، والمرأة اليمنية أيضا خط أحمر. فأنتم قد تخطيتم للأعراف والأسلاف والعادات والتقاليد، فعليكم بسرعة إطلاق سراح المواطنة مروى الصبري. وتحياتي لكم، وفي أمان الله.